السلام عليكم. أنا آيات الناجي، وده فيديو يعتبر الأخير في سلسلة فيديوهات أسئلة محدش هيجاوبك عليها ل2027 لثانوية عامة. أنا حابة إن الفيديو ده يكون طويل ونقفل بيه كل السلسلة ونحكي فيه كل التفاصيل اللي جات لي خلال الفترة اللي فاتت أو أسئلة اتبعتت لي. النهارده 2/8/2026. معظمكم ده ما كانش كلكم بدأ خلاص ثانوية عامة أو بدأ دروس ثانوية عامة. أهم نصيحة حابة أنصحها لكم: اربط نفسك بعلاقة قوية مع ربنا. صلي الفروض بتاعتك في وقتها، خلي عندك السبحة دي بتستغفر فيها بين الدروس. صلي الضحى. حاول يكون عندك رتم ثابت لعلاقة ثابتة، صلة بينك وبين ربنا. ربنا هو الوحيد اللي هيكون معاك خلال الرحلة دي. ربنا هو الوحيد اللي هيسندك، لا أنا ولا مدرس تاني ولا باباك ولا صحابك ولا أي حد. ما كانش ربنا هو اللي يسندك وتطلب العون والدعم منه، مش هتلاقي أي مساعدة من أي حد في أي حتة في أي وقت. دي النقطة الأولانية. حافظ على الأذكار بتاعتك. اهتم جدا بمواعيد الصلاة بتاعتك. اهتم جدا ان يكون في بوند قوي وحاجة بينك وبين ربنا. هو ده المكان اللي انت بتدخله، هو دي الحتة اللي انت بترتاح فيها، دي السبيس اللي انت بتفرغ فيها طاقتك الجسدية وتشحن طاقة معنوية تقدر تكمل بيها السنة أو تقدر تكمل بيها حياتك عامة. دي أول نقطة. تاني نقطة: صاحب نفسك وبس. يعني ايه؟ لمتكوا على بعض او الجروبز اللي انتوا بتتحركوا فيها خلال السنة دي اكتر سبب او اكتر حاجة بتبوظ مجهودكوا خلال السنة. مش كل الصحاب موجودين في الثانوية هينفعوك، مش كل الأصدقاء اللي مكتوبين معاك من أولى وتانية وتالتة وابتدائي لحد دلوقتي هم دول صحاب حياتك. صاحبوا بعض بعد الثانوية. السنة دي سنة مصيرية في حياتك. السنة دي مش محتاج ان انت تكون عندك علاقات مع حد اكتر من نفسك. احنا كائنات اجتماعية وبنحب ان احنا نشوف بعض وبنحب مش عارفة ايه، مش اكتر من ان انت بتشوف زميلك او صاحبك او صديق عمرك ده في الدرس صباح الخير صباح النور وشكرا. كل واحد عنده ضغوطات الخاصة بيه، كل واحد عنده حياة خاصة مختلفة عن التاني، كل واحد عنده بيئة مختلفة عن التاني. حتى لو انتوا أصدقاء، حتى لو انتوا الاتنين قرايب، حتى لو انتوا الاتنين من نفس البيئة، حتى لو انتوا الاتنين صحاب عمر بعض، أجلوا الصحوبية دي، خدوا ريست من بعض، أجلوا الصحوبية دي لبعد الايه، لبعد الثانوية. يبقى أول حاجة علاقتك بربنا، تاني حاجة صاحب نفسك وبس، وما تمشيش في شلة وملكش دعوة بحد. صدقني انت اللي بتلبس في الآخر وبتلبس لوحدك. رقم 3: المذاكرة. انا عارفه ان انتوا خلال الكام سنه اللي فاتت كان اغلبكم ما بيذاكرش، واللي بيذاكر ساعه ده بيكون بطل العالم. الثانويه مش عايزه كده خالص. لو انت مش قادر تقعد على الكتاب بالاربع والخمس والعشر ساعات مش هتعمل اي حاجه. وانا اسفه ان انا بقول لك حاجه زي كده، ومش قصدي احبطك، ومش قصدي ان انت تبدا من اول السنه تذاكر لي 10 ساعات. انا زي ما قلت في اول فيديو خالص، ابني عادة، ابني طريقة معينة للمذاكرة. طب انا اذاكر ازاي؟ ابعد عن السرير ارجوك. اللي بيذاكر على السرير ده بيبقى الجسم في مرحلة ريست، مش بيدخل معلومات على دماغه. تاني حاجة: المذاكرة بالورقة والقلم. ارجوك ما تذاكرش بعينيك، تنفخت عينيكوا. امسك الورقة والقلم واقعد شخبط، اقعد اتكلم، زعق، شغل الحواس بتاعتك. لو حاسه نسيت التانية هتفكرها. انما انت قاعد ماسك لك كتاب بتبص فيه وشكرا، ده وانت على السرير المعلومه بلح وانا زهقت وخلاص تعبت وتاخد بعضك وتمشي. لا، المذاكره بعيد عن السرير، المذاكره بالورقه والقلم. وسمع لنفسك، احنا مش عندنا حفظ، لا معلش، هي مفيش مذاكره من غير حفظ، مفيش مذاكره من غير من انك تكتب مره واتنين وتلاته، مفيش مذاكرة وانت قاعد مش بتتعلم على الأسئلة.
وحدد مصدر واحد للمذاكرة بتاعتك. يعني ايه؟ يعني من بعد 15/8 حضرتك محدد المدرسين اللي انت هتكمل معاهم لآخر السنة. شوف المدرس بتاعك ده هيشتغل من كتاب ايه اللي انت محدده، وثبت الكتاب بتاعك لحد آخر السنة. حتى لو انت رحت المدرس تاني، هو الكتاب ده اللي انت هتذاكر منه، عشان يبقى عندك ذاكرة بصرية سمعية في حواس اشتغلت معاك، فتقدر تراجع المعلومة صح. حتى لو انت هتجيب كتاب لحد تاني وقت المراجعة، ما تذاكرش غير من الكتاب اللي انت ذاكرت منه اول السنة، ارجوك، عشان دي غلطة انتوا بتقعوا فيها ايام الامتحانات. ده مستر فلان الفلاني منزل ورق وشيت وانا هذاكر منه. مش في وقت ان انت ترجع تبني عادة انت عملتها خلال 12 شهر او خلال 10 شهور، هترجع تبني من اول وجديد. دماغك الذاكرة البصرية بتاعتها ترجع تمسح ده وترجع تبني حاجة من اول وجديد في شهرين او في شهر، مش هينفع. يبقى المذاكرة من كتاب واحد، نبعد عن السرير، مذاكرة بالورقة والقلم، ننشط نفسنا خلال الوقت واحنا رايحين واحنا جايين كده، ونسمع على نفسنا نشرح. نظام المذاكرة، اعمل جدول خاص بيك، خاص بحياتك انت، خاص بطبيعة البيت اللي عندكم، خاص بعقليتك انت. انا عندي طالب ممكن يذاكر ساعة ويبقى الدنيا معاه مظبوطة. في عندي طالب عشان يذاكر معلومة واحدة اللي صاحبه بيذاكرها في ساعة هو محتاج 3-4 ساعات. كلنا عندنا قدرات مختلفة من القدرات العقلية، وعندنا ذكاءات مختلفة. ما تعتمدش ان انت شبه زميلك، وما تقولش لحد اكبر منك او حد قبلك او انا او اي حد اعمل لي جدول. انا معرفش البيت عندكم عامل ازاي، معرفش انت بتاخد دروس قد ايه، معرفش انت بتستهلك وقت ازاي، معرفش انت دماغك ماشية ازاي. فما تقولش لحد تعالى اعمل لي جدول. يبقى بنذاكر على مكتب او بعيد السرير، بنذاكر بالورقة والقلم، بنسمع لنفسنا، ما نخلص معلومة بنحل عليها، ما بنعمل جدول خاص بينا احنا. ارجوك ما تسيبش معلومة انت ذاكرتها من غير ما تحل عليها. بمعنى انا بقول لهم كده عندي في الدرس دايما، تخيل ان احنا بنطبخ حلة رز. حضرتك لما تيجي تطبخ الرز بالزيت لازم تكفي الحلة عليه او الغطا عليه. طب ليه؟ علشان البخار بيسويه. انما لو انت سايب حلة الرز مفتوحة، البخار ده بيطلع في الهواء، ما بنعرفش نسوي الرز. الرز بيبقى طعمه ما بيستويش اصلا، بيبقى طعمه وحش جدا، كأنك لسه جايبه من الكيس، مش بيستوي. طب انا اسوي المعلومة بتاعتي ازاي؟ انا قريتها وذاكرتها كويس وحليت كل حاجة وظبطت الدنيا. لو سمحت حل بطريقة صح. ما حلتش بطريقة صح وقفلت على المعلومة بتاعتك، انت كده طيرتها وكده انت مش بتذاكر. طيب انا عايز سيستم مذاكرة. سيستم المذاكرة ده انا بنصح بيه في الجنرال. هل هو هيناسبك؟ هل هو هيمشي معاك؟ دي حاجة ترجع لكم انتوا في البيت بقى. مش عارفة، انا مش معاك في البيت، بس انا بقول ان الليل عندنا بيبدأ عامل زي جسم الانسان، من مرحلة الضعف وبعدين القوة وبعدين يضعف تاني لحد ما نوصل للصبح. طيب ايه مراحل الضعف في الليل؟ بداية من العصر للمغرب لازم تبقى صاحي. ليه؟ لان بيبقى فيه اشعة فوق بنفسجية بتتولد في الجو في الفترة دي. الاشعة دي لو دخلت على المخ وهو في حالة ريست بتخليه تنشن او بتعمل له نيجاتيف انرجي، وده اللي بيخلينا في الفترة دي لما بنروح ننام العصر مثلا، بعد العصر او المغرب كده، تقوم انت جسمك همدان متضايق، حس انك مخنوق، مش قادر تذاكر، مش قادر تركز في حاجة. يبقى دي فترة لازم تكون صاحي فيها. طب انا صاحي فيها اعمل ايه؟ حضرتك بتعمل فيها مواد بتعتمد على العقل او بتحتاج تفكير عقلاني. ليه؟ شغل دماغك، حل مسائل رياضة، حل مسائل فيزياء، احفظ كلمات. المهم في الفترة دي لازم يكون العقل شغال او صاحي. طيب بعدين بداية بقى من العشاء، وده كان السلف الصالح بيعملوا، بينام من العشاء مثلا لحد قيام الليل. قيام الليل دي في الفترة دي كده حضرتك اخدت قوة الليل، ده الشباب بتاع الليل. بتنام من العشاء مثلا لحد الساعة 12 واحدة بالليل. طيب في الفترة بقى من 1 أو 12 بالليل دي، اول حاجة انت البيت بتاعك فاضي
وفي الشتاء طبعا اخواتك بيبقوا نايمين، مامتك نايمة، انت ما فيش حد من جيرانكوا جاي يقعد مع ماما ولا يسمع الماتش ولا حد بيتفرج على التلفزيون، كل واحد مع نفسه. ففي الفترة دي هتبقى مناسبة معاك انك بتذاكر لوحدك من غير دوشة وازعاج و طيب الميزة التانية بقى ان في الجو في الفترة دي بيفرز هرمون او بيفرز غاز اسمه غاز الاوزون، والغاز ده بيعتبر متنفس طبيعي، مش طبعا الغاز الاوزون اللي هو انت بتسمع لي ده فيه خرم في الاوزون وهكذا، لا ده اكسجين بيعتبر بيور كده او حاجة نقية بتدخل على الجسم والعقل بتنشطه او بتحفزه. فدي قوة الليل اللي هي انت صاحي نشيط ودماغك مسترخية، اخدت كفايتك من النوم 6 ساعات او 7 ساعات، جسمك نشيط وهكذا. كان في الفترة دي السلف الصالح بيقوم يعمل قيام الليل. طيب قيام الليل ده ليه مميزات بقى. حضرتك صاحي من النوم، ربنا نازل من سما لسما الدنيا بيقولك هل من داعي فأدعو له، وفي الفترة دي بتتوزع الأرزاق، وانت المذاكرة حاجة من ضمن الأرزاق بتاعتنا. ما تاخد رزقك، يعني اصحى خد رزقك بدري، في البدري منه. ليه تستنى لما انت تقوم وتقعد وبعدين تشتغل وهكذا؟ لا، اصحى قابل ربنا، صلي ركعتين كده وابدأ كل حاجة خفيفة. ما بناكلش محشي بالليل وبناكل فسيخ في الفترة دي، لا احنا بناكل سندوتش واحد ومعاه كوباية قهوة، كوباية شاي، نسكافيه او وات ايفر انت بتشرب ايه، الحاجات اللي بتحفزك يعني. وببدأ اذاكر لحد امتى؟ لحد الفجر. وبعدين طبعا خلال من الوقت ده من الساعة 12 لحد الفجر انا بغير كذا مادة، مش بقعد اذاكر حاجة واحدة، وما بثبتش نفسي ان انا اقعد اذاكر كل الحاجات. مادة واحدة مثلا مستر مديني فيها بتاع 80 مسألة لازم احلهم، احنا بننقي من كل الافكار فكرتين 3 أو 4 قدرت اعملهم. ال80 مسألة بعملهم عشان ما اضيعش وقت المذاكرة للحاجات التانية. ودايما خلي بالك انك ما تراكمش، يعني اللي اخدته النهارده ذاكره النهارده، طب انا هذاكره تاني يوم، اصل انا الصبح رايح احياء ذاكرت النهارده كيمياء. لا، اللي انت اخدته النهارده ذاكره النهارده. طب ليه بذاكره النهارده؟ علشان حضرتك لسه المعلومه انت فاهمها من المستر بنسبه 40-50%، لو ذاكرتها هتوصل معاك مثلا 60%، طبقت عليها كده 70%. طيب انا كده ارشفتها، لما اجي اروح للمستر تاني وانا ماشي الصبح، طبعا انا قلت هيبقى في معانا ذاكره بصريه. الذاكره البصريه دي انا هرجع ابص مثلا وانا داخل الدرس بتاع الاحياء ده، هبص على المعلومات كده بسرعه، هفتكر كده رجعت 60-70% كده، انا حلو. طيب المستر هيعمل امتحان شامل، هرجع تاني اقرا اللي انا عملته والاسئله اللي انا حليتها اللي كانت 70% هترتفع معايا لو وصلت 80. هيجيب لي تيبس تريكس مثلا في الامتحان ده هترتفع معايا لنسبه 90. هخبيها في الذاكره بتاعتي الغير مؤقته، هتتارشف، وبعد كده هرجع تاني اذاكرها في اخر السنه توصل معايا المعلومه 100%. وكل ما تبقى واخد المعلومه فريش، انت لسه بس ما عملتش حاجه في حياتك غير انك اتغديت بس، يعني انت حطيت وجبه واحده. انما لو انت هترجع تذاكرها تاني يوم او تالت يوم، انت اتغديت واتعشيت وفطرت ورحت مع صاحبك الدروس ولعبت ماتش كوره، لعبنا شويه بلاي ستيشن، قابلت واحده صاحبتي ونكدت عليا او وات ايفر ايه اللي حصل، انت كده بتراكم معلومات فوق المعلومات بتاعه الدرس اللي انت المفروض فاهمه بنسبه 40-50%. فانت ركز في النقطه دي، يبقى ما راكمش. الجدول بتاعي يكون مناسب للوقت بتاعي ومناسب. انا اديتكم طبعا طريقه ان انا للمذاكره من 12 انت كده بتنام كل الوقت بتاعك مره واحده، وبترجع تذاكر المذاكره بتاعتك كلها برضو مره واحده. ما بنامش بعديها، لا ما بتنامش بعديها. الطريقه دي انا لما بعملها وبدخل السرير، انا مخلصه ثانويه عامه 2008، لما بدخل السرير الساعه 6-7 بالليل دايركت بقوم الساعه 1. ليه؟ انا خلاص عملت في دماغي عاده ان انا بنام من 7 مثلا، بصحى 12-1 بالليل. من 12-1 بالليل دي بقوم بقى انا عندي حاجات بحضرها، عندي شغل في البيت بعمله، عندي حاجات بخلصها، محتاجة اعمل امتحانات، محتاجة اذاكر حاجة جديدة، محتاجة اشوف طريقة ان انا هشتغل بيها في اي حاجة تانية وهكذا. يبقى العادات بتبنى ستيب باي ستيب. طب انا نفسيا مش مستعدة اذاكر النهاردة، احنا ما بنذاكرش بالنفسية،
خالص، ولا احنا بنتحرك في حياتنا بالشغف، احنا بنتحرك بالمسؤولية. انا ما بقولكش ذاكر 50 ساعة، ذاكر 40 ساعة، ذاكر معرفش ايه، استمر. انا بذاكر النهاردة ساعتين، ذاكر الساعتين، مش هحصل منهم حاجة، هتحاول هتفهم بنسبة كذا كذا. العقل دايما والجسم، والعقل الواعي اللي هو خلي بالك بالمناسبة 5% من العقل بتاعنا، لأن العقل بتاعنا حاجتين، عقل واعي وعقل لا واعي. العقل الواعي انت بتشتغل على 5% بس، طب العقل اللاواعي 95%. العقل الواعي بتاعك دايما بيحب ياخدك لمنطقة الراحة. الحياة مش مبنية على راحة. خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة. لازم يبقى عندك استمرارية، لازم تحط لنفسك هدف من الأول، ما تراكمش، ابني علاقة مع ربنا، مالكش دعوة بحد من صحابك. التزم بالأذكار. الأذكار صدقني بتحميك جدا وبتروق نفسيتك خالص. ما تذاكرش على السرير، ذاكر على المكتب، ذاكر بصوت عالي، اكتب. بالمذاكرة بالكتابة حل. ما يبقى في امتحانات اوعى المدرس يطلب منك امتحان وما تروحوش. ليه؟ حضرتك لو ما روحتش الامتحانات انت ما بتتواجهش مع عقلك، تعمل فايتنج كده 1 to 1 مع دماغك، انت وصلت لحد فين، انت مجمع قد ايه من المادة دي اصلا. فلازم لما المستر يطلب منك امتحان حتى لو هتجيب درجات زي الزفت، لازم تروح الامتحان عشان تبقى خلاص كسرت الحاجز اللي بينك وبين رهبة الامتحانات. مش يبقى اول امتحان في العالم اللي بتقابله هو امتحان اخر السنة، لا، لازم تتعود انك تدخل امتحانات. واعتقد ان انا كده غطيت كل الاسئلة اللي جات لي الفترة اللي فاتت. نجمعهم سريعا. علاقتك بربنا اهم حاجة واهم من اي حد. ابني علاقات صحيحة مع ربنا، اهتم بالصلاة بالاذكار، اعمل روتين ثابت لنفسك. ملكش دعوة بصحابك خالص، خصم صحابك لا، اتعامل معاهم بلطف وكل حاجة، بس ما تمشيش في شلة، امشي مع نفسك، صاحب نفسك قوي، انت اللي بتلبس في الاخر صدقني. ذاكر بعيد المكتب، ذاكر بعيد السرير، ذاكر على مكتب، ذاكر بالورقة والقلم، طبق على اللي انت اخدته، استعين بربنا. اعمل روتين لنفسك في حكاية المذاكرة، جدول. الجدول بتاعك التطبيق بتاعه في الاستمرارية أهم بكتير من ان انت تقطع كل شوية انا هاخد حاجة، لا، استمر على الحاجة اللي انت هتشتغل عليها. طبعا انا حددت كده في نص الفيديو ازاي بتذاكر او كده. ما تراكمش، روح الامتحانات اللي المستر بيطلبها منك. خلي نفسك طويل ومرتك واسعة، ما تيأسش، حل كتير كتير. انت مطالب بحل كم افكار في الثانوية العامة كتير جدا، في الكتب الخارجية، مذكرات الاساتذة، امتحانات عند الاساتذة اللي معاكوا. الاجتهاد ده او السعي ده هيكلل بطريقة لطيفة في اخر السنة. طيب افرض انا سعيت وعملت كل الحاجات دي انا وربنا موفقنيش، احنا ما بنختارش اقدارنا، اقدار ربنا لها حكمة، واللي انت بتعمله دلوقتي صدقني هيعلمك انك تبقى ملتزم قدام، هيعلمك حاجات كتير. انت بتخرج من الثانوية، بتدخل الثانوية وخصوصا اللي هي السنة المصيرية في حياتك، بتدخل واحد وبتطلع واحد تاني. ده لو انت بني ادم بقى صالح وكويس، بتحس ان انت عقلك بدأ ينضج، انت داخل مجتهد. انا ما بقولش ان انت تضغط على نفسك في اول السنة ويبقى عندك حماس تذاكر لي بال20 ساعة، ده مش ما يهمنيش ده دلوقتي. انا اللي يهمني ان انت تبقى مستمر. من بعد شهر واحد بتظهر بقى الرجولة بتاعتك، انت مكمل اسد سترونج اندبندنت راجل قد الدنيا، ولا فرهود. مرارتك تبقى واسعة، تسلح بالإيمان، كلم ربنا كتير، شور عليه في كل حاجة، اتكلم معاه في اللي انت عايز تقوله، احكي له قصص حياتك كلها. اعمل سندوتش جبنة ولا بطاطس، شوف لأبسط ايه، محدش هينقذك غيره، محدش هينفعك الا هو.
خليك قوي، خلي عندك بذرة صالحة جواك. اللي انت بتعمله ده سعي منك لوجه الله، اللي ربنا كاتبه لك في الاول وفي الاخر يا رب انا راضي بيه. دايما تأدب وتصرف بأخلاق كويسة في أقضاء الله، في قضاء الله وأقداره. ربنا معاكم وربنا يوفقكم. أعتقد إن أنا غطيت كل الأسئلة اللي جت لي الفترة اللي فاتت، وبالتالي رديت عليهم كلهم. أنا معاكم خلال السنة في أي حاجة خاصة طبعا بالكيمياء. أتمنى إن أنا آخر السنة أشوفكم كده في أحسن حاجة، وفي أعلى الأماكن، وفي أكتر مكان انتوا حابين تبقوا موجودين فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لي متابعة وتبعتوا لي الأسئلة اللي انتم محتاجينها، وتعملوا لي سبسكرايب واشتراك. واستودعكم الله. سنة سعيدة عليكم وربنا معاكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.